لو انت طالبة او لسه هتبتدي شغل، فالخمس اسرار دي هتغير حياتك. تقبلي النقد والرفض. لو انت بتخافي انك تقدمي على اي حاجة او اي شغل خوفا بس من انك تترفضي، فانا جاية اقولك ان الدنيا مش بتقف، وانت لو ما كنتيش خدتي خطوة هتفضلي في مكانك. اما لو قدمتي ففي احتمالية انه او لا، وفي الحالتين انت مش خسرانة حاجة، بالعكس هيبقى عندك خبرة في الرفض، وانه مش بالضروري كل الناس تحبنا، ومش لازم يكون علشان مشكلة فينا. عادي ممكن يكون ده مش المكان المناسب لينا، ربنا سايب لنا مكان في حتة احلى. اتقبلتي يا ستي، تقبلي النقد، تقبلي ان حد يعدل عليكي، عنده حق او مش عنده حق، لمجرد انه عايز ينظر عليكي، لمجرد انه غيران منك، لمجرد انه مستكتر اللي انت فيه. ما تاخديش الموضوع على نفسك او تقومي تهجمي برد فعل صعب، او انك تردي او انك تعملي حاجة. تقبلي ان مش كل الناس هتتمنى لك الخير، وجايز يكون الناس دي قصدها خير انك تحسني من نفسك او تعدلي حاجة، او هم عايزينها بشكل معين. فلازم تتقبلي ده لانه هيحصل، وعلشان خاطر ما يأثرش على نفسيتك. حصل وما اتقبلتيش، او اتقبلتي ولسبب ما مشيتي، هما مشوكي، ايا كان اللي حصل. زي ما بقولك الدنيا مش بتقف على حد، وكده كده مفيش حاجة دايما مهما عافرنا فيها، مهما كنا مميزين فيها. بكلمك من واقع خبرة واحدة اترفضت من كذا حاجة، مش بس في الشغل. ولكن هرجع واقولك كنت هندم لو ما كنتش جربت الشغل ده. كنت بشتغل في مكان بحبه جدا، ما حبيتش حاجة قد ما حبيت المكان ده. فجأة قرروا يستغنوا عني عادي، ومن غير ما يقولوا اسباب، ومن غير اي حاجه. وكنت حاسه ان هي نهايه الدنيا، وقعدت فتره مكتئبه. كل حياتي كانت قايمه على الشغل ده، ان انا شخصيا بحب شغلي وكنت متعلقه بيه، مش بس قصه فلوس. خدت فتره بسال فيها ليه، طب انا عملت ايه. كنت متضايقه جدا، وخدت وقت في الزعل، ومكانش ينفع ان انا افضل كده، محتاجه ان انا اكون بشتغل. وسبحان الله اتسهلت واشتغلت ونجحت جدا في شغلي الجديد. كان نفسي اعمل حاجات تاني منها الصفحة دي، بس برضه كنت خايفة ومأجلاها، وبرضه مش مستعدة للنقد تاني، سواء من كومنتات سخيفة او ان الناس تحفل عليا او مخاوف جوايا. لكن ورطت نفسي، قلت انا مش خسرانة حاجة، لازم اجمد قلبي واتقبل كل حاجة ممكن تحصل، حلوة او وحشة. مش قادرة اوصفلك انا مبسوطة قد ايه، مهما كان في شيء متعب او حاجات غلسة انا مش حباها، ولكن مبسوطة ان عملت حاجة انا كنت عايزة اعملها وخايفة منها، وما كنتش متوقعة اصلا اني هنجح فيها، او اني هتحب فيها، او ان ربنا هيعوضني عن الشغلانة اللي انا كنت بحبها. بل العكس، مع الوقت اكتشفت ان في حاجات تاني انسب ليا واريح لظروفي بعدين. وقتها بقى كنت دخلت خلاص في تجهيزات فرح، وفي جوازي، وفي مسؤوليات تاني جديدة عليا انا ما كنتش محطوطة فيها في الشغلانة الاولانية، واللي بالمناسبة حاليا حتى ما بقتش مناسبة بالنسبة لي ان انا اشتغلها تاني لو رجع بيا الزمن. بيني شغلك واظهريه بالطريقة اللي انت شايفاها واللي عايزة توصليها للاخرين، لان مش كل الناس بتبقى شايفة بنفس الطريقة اللي انت شايفة بيها شغلك، واوقات بتكون مش شايفاه اصلا. فاللي بيتكلم ويعرف يظهر شغله ويعرف يفرض نفسه كده زي ما بيقولوا، او يكلم ده ويتصاحب على ده ويسأل على ده، انا ما بقولكيش عكي مع الناس، لكن خليكي على اختلاط بانك تعرفي كل الامور الجديده، تبقى عارفه ده وعارفه ده في المكان. لو انت فضلتي هاديه جايه عشان تشتغلي بس، هيفضلوا يشيلوكي فوق طاقتك، واي شغل زياده بتشيليه انت لمجرد ان انت بتستحملي وساكته وبتشتغلي. والاهم ما تتكسفيش تطلبي بحقك. لو انت شايفه ان في حاجه تستحقيها، فلوسك، حد اتاخر عليكي في حاجه، شغلك ما فيهوش شكرا وميرسي وشكرا لمجهودك، شغلك يعني فلوس. او انك تطالبي بترقية، او انك تطلبي مساعدة من حد انت عارفة انه عنده خبرة، بيفهم اكتر، عارف حاجة اكتر، ممكن يسهلها عليكي. ما تتكسفيش حتى انك تسألي او تستفسري عن حاجات انت مش عارفاها، مش فاهماها دي اتعملت ازاي، لان انا عارفة ان في ناس كتير بيبقى تقيل على قلبها قوي الطلب، او يعني بتتكسف، ما بتحبش تحس ان هي مثلا ضغط حد هتورطه في ان يعمل لها حاجة. بل بالعكس، هتلاقي في ناس حابة انها تساعدك على فكرة. وانت كمان لو حطيتي نفسك مكان الاشخاص دي، وحد طلب منك حاجة وانت عارفة انك تعمليها، اكيد هتلاقي نفسك مش هتترددي انك تساعديه. اسمعي اكتر ما تتكلمي، لان دايما في شغلك بيكون في عصافير بتنقل الكلام، وده ممكن يعرضك لمشاكل كتير. ما ترميش البيت كله في سلة واحدة. بلاش تشتغل الشغلانات اللي بتقضي فيها عدد ساعات كبير جدا، اولا علشان مودك ونفسيتك واهتمامك الشخصي بنفسك ومسؤولياتك التانية في البيت، فانت حتى يبقى عندك طاقة انك تنتجي بكفاءة. ثانيا علشان يكون في وقت كده لحاجة بقى انت بتحبيها، ايا كان ايه هي، او حتى شغلانة تانية، بحيث
والله حصل الظرف وهوبا ادوكي الصابونه، ما تبقيش قاعده كده مش عارفه تعملي ايه ولا تشتغلي ايه. كده كده يكون عندك حاجه تاني انت اوريدي بادئه فيها او بتعمليها يقدر يجيلك منها مصدر دخل تاني لحد ما تلاقي شغلانه غيرها. رابع حاجه، الشكل مهم. مهما حاولنا نختلف او نتفق، اول حاجه كده كده الناس بتشوفها اكيد مش طبعك، هو شكلك، وهو ده اللي بيديهم الانطباع عنك. حاولي قدر الامكان انك تكوني مهندمه، انت ولا رايحه خروجه ولا رايحه فرح، وفي نفس الوقت ما تبقيش كانك مكبوبه من على السرير عليهم على طول. استثمري في نفسك، في شكلك، في جسمك، في تعليمك، في ستايلك. طوري من نفسك باستمرار، صدقيني ده هيرفع من ثقتك جدا، واللي انت بتتعبي فيه على نفسك دلوقتي بكره يجيلك عليه فلوس بعدين، بكره يجيلك شغلانات اريح بفلوس اكتر، تعرفي تقدري نفسك صح وتتمنيها. هتقبلي على نفسك شغلانات وشغلانات تانية هتقولي لا دي ما بقتش خلاص لا مقامي ولا ستايلي ولا المكان اللي انا المفروض اكون فيه. حاسه ان ستايل لبسك مش حلو، حسنيه. حاسه ان بشرتك بهتانه ومحتاجه انك تهتمي بيها، اعرفي واهتمي بيها. حاسه انك مضغوطه نفسيا والشغل كان ضغطك، اهملتي في جسمك او ما بتاكليش اكل كويس، حسني من اكلك وانزلي روحي جيم. مفيش اهم من انك انتي تبقي راضيه عن نفسك في كل حاجه، انك تكوني موازنه في حياتك، مش الشغل واكل كل حياتك وما بتعمليش اي حاجه تاني غير الشغل. وفي نفس الوقت حلو جدا طبعا انك تطوري من نفسك ويبقى عندك معرفه اكتر في شغلك وتعلي من نفسك، او انك تبقي سابقه التانيين بخطوه. ما تنسيش تعملي سيف للفيديو ده وتبعتيه لصاحبتك اللي لسه هتبدا شغل، وقولوا لي ايه المشاكل اللي بتواجهكوا تاني في الشغل عشان اتكلم عنها.